وراء كل انجاز صاحب وعامل مهم وعامل اساسي هو السبب الرئيسي في كل الاحداث وكل الحاجات الحلوه اللي بتحصل. اعمل اكسبلور وتعالى ندي الحق لاصحابه. خلصت حكايه كتبتها جوه المدرج سرها بصوت هتافي، انا البطوله دي جبتها. جماهير الزمالك صاحبه الفضل وصاحبه الانجاز، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. جماهير الزمالك هي صاحبه كل حاجه حلوه للنادي ده. بصوت هتافهم اي بطوله بتيجي. شغل كبير جدا من جمهور الزمالك اللي كان متواجد في ملعب في المملكه العربيه السعوديه. شغل كبير جدا. الصوره اللي قدامنا دي هايله جدا. الاباتشي شيكابالا اللي بالبطوله بتاعت السوبر اصبح اكتر لاعب في تاريخ نادي الزمالك جايب بطولات، 17 بطوله. شيكابالا عيط لما شاف الدخله دي. حاجه قويه جدا جدا جدا، يعني ابداع. كل مره بيبهرونا من مره اكتر من اللي قبلها. ايه ده يا جماعه؟ شغل محتاج ناس فاهمه، ناس دارسه. يعني شغل مش اي حد يعمله، مش اي حد يفهم الرسائل اللي بتتقال دي. بصراحه غير جمهور الزمالك، غير جمهور الزمالك مختلف. شفنا تويتات لناس كتير من بره وبيتكلموا على الابداع بتاع جماهير نادي الزمالك. حاجه جميله جدا. ده غير بقى الهتافات طول الماتش وبتاع، وشغل كبير جدا. عشان تعرف قد ايه جمهور الزمالك مختلف، تسمع تصريحات مثلا لعيب زي الماهر، ناصر ماهر، بيقول لك انا ما شفتش جماهير زي دي قبل كده. بيقول اشعار في جماهير الزمالك عشان هو شاف الاختلاف وشاف الفرق عامل ازاي. فعلا جمهور الزمالك مختلف. ما تحسش وما تعرفش قيمه جمهور الزمالك بتوع المدرج تحديدا غير لما تقعد في وسطهم. يعني في ماتشات الكونفدراليه كانوا عاملين ملحمه. الفاينل ده كان حاجه رهيبه جدا 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 ما شاء الله. نفس الكلام قالوا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي ما شاء الله عنده 40 سنه تقريبا، ولقى نفسه اخيرا وسط جمهور الزمالك، ودايما بيقول فيهم كلام كبير. الحاجه الجميله بقى والحاجه الهايله جدا ان الكاس راح لاصحابه الحقيقيين. في الفتره الاخيره الزمالك لما بيكسب بطوله الكاس بيروح لاصحابه الحقيقيين، الجمهور اللي تعب ولف كتير جدا ورا الزمالك. ليله المباراه زي ما قال شيكابالا بعد المباراه على طول، قال لك 600 واحد كانوا في اوضه واحده زي ما انتم شايفين كده. ناس تحملت عناء حاجات كتيره جدا جدا عشان تبقى متواجده ورا الزمالك. جمهور كبير. جمهور هو رقم واحد. اي انجاز بيحصل في الزمالك هتلاقي وراه دايما جمهور نادي الزمالك. جمهور الزمالك دايما ورا الفريق، ما بيفرقش معاه بتكسب بتخسر، دايما موجود ودايما حاضر ودايما بيدعم بدون اي مصالح. مفيش اي مصلحه غير حاجه واحده، انه يشوف النادي ده فوق ويشوف النادي ده احسن حاجه. عشان كده مكسب مهم وبطوله مهمه وغاليه، ودول اللي في الصوره دول هم اصحاب الانجاز الحقيقي. زي ما اتقال قبل كده في كل المناسبات وتحت اي ظروف، زمالك للابد. عاش الزمالك الغالي، عاش جمهور الزمالك. تحيه تحيه بجد من القلب لكل راجل وكل حد كان متواجد في مباراه السوبر الافريقي وهتف وجاب البطوله بصوته. خلصت حكايه كتبتها جوه المدرج سرها بصوت هتافي، انا البطوله دي جبتها. مبروك للزمالك، مبروك لكل جماهير الزمالك. جماهير عظيمه حقيقي. بتشرف ان انا واحد من جماهير نادي الزمالك.